السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايبه لكم فيديو يا رب يعجبكم، بس قبل ما نبدأ هنصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ لو انت ما عندك كرسي جيمر وانت مش عارف يتقطع منك ومش عارف تعمل ايه، محتار توديه لحد يصلحه لك او تبيعه. انا بقول لك النهارده ايه؟ لا ما تبيعوش، وفي نفس الوقت ما تودوش برده عند حد ايه تنجده ويدفع لك عليه 2000 جنيه. كراسي الجيمنج دلوقتي غالية جدا جدا في ظل الاسعار اللي احنا فيها. انت ممكن تجيب تشتري سفنج، او لو عندك سفنج من البيت ممكن تعمله ما تكلفوش، يعني كلها تكلفته حاجات بسيطة وممكن من قلب البيت. تعالى النهارده اقول لك انا هعمل الكرسي ازاي ونمشيها مع بعض خطوه خطوه. ده يا جماعه الكرسي بتاعنا اهو، ده بص كده على شكله مبهدل ازاي، باين الحديد بتاعه وباين الخشب كمان، يعني الكرسي متبهدل اخر تبهدله. ده يا جماعه الكرسي بتاعنا. ده يا جماعه اول خطوه احنا هنعملها. اول حاجه ايه؟ اللي هو الكرسي باين منه الخشب وباين منه الحديد، يعني الكرسي اصلا متبهدل خالص. دي اول خطوه يا جماعه. تاني خطوه هوريكم السفنج اللي انا هشتغل بيه. السفنج ده اي سفنج عندك ممكن تشتغل بيه. السفنج اللي عندي انا، السفنج ده كان عندي بتاع مرتبه اهو، السفنج اللي انا هعمل بيه. دي تاني مرحله السفنج، ومع السفنج طبعا مش هينفع السفنج، لازم ايه؟ الفينش التالت. ايه الفينش التالت؟ اللي هو القماشه اللي انا هحطها. ده السفنج وده القماش بتاعنا، وده القماش بتاعنا يبقى هو الفينش في الاخر. يلا على كف الرحمن ونبدا. دي اول مرحله في الكرسي. شوف انا جبته على الخشب خالص وعلى الحديد خالص بتاعه. بص بقى طلع من الكرسي يا جماعه، كان في حديده في النص انا شلتها عشان اقدر ارجل فيه براحتي خالص. شوف بقى شكل السفنج عامل ازاي، كرسي بايظ. يلا بقى ايه اوريكم تاني مرحله هعملها ايه في الكرسي. تعالي بقى نشوف مع بعضنا تاني مرحله هعملها ايه. نسمي ونبدا كده نتوقع. قولوا لي بقى رايكم يا جماعه كده الكرسي بعد التنجيد. انا وريتكم شكله في الاول كان عامل ازاي، وريتكم المرحله الثانيه، وكده ده المرحله الاخيره بعد التنجيد. وما جبتش اي حاجه من بره، كل حاجه من عندي في البيت. يعني ممكن انت عندك القماش في البيت وعندك السفنج في البيت، خلاص ما تجيبش حاجه. كل اللي هتستعمله ابره خياطه ودباسه، ولو عندك الحاجات دي متوفره في البيت خلاص. ولو ما عندكش دباسه ممكن ابره خياطه. ده الكرسي بعد الفينش بتاعه بعد ما خلص خالص. لو عجبكم اللي انا عملته هتشجعوني لحاجات ثانيه اعملها لكم واوفر لكم فلوس. انا ما صرفتش ولا جنيه ولا جبت اي حاجه من بره خالص. يا جماعه ما تنساش الاشتراك واللايك والكومنتات بتاعتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.